بدا يقرا في الجرايد باللي مصر لموا لها العرب والمسلمين 84 مليار. بدا يضحك قال ماذا ما كان العرب تلموا كامل ولموا 84 مليار. جبد يدو في جيبو جبد كما تقولوا انتم الكارني تاع الشيكات سنيا 84 مليار لليهود. قال يهودي واحد يعدل العرب والمسلمين كلهم. فهمنا كيف هاك يا دولتي 84 مليار واعطاها لها. والله لما قريتها غير بكيت قلت انا شوف وضع المسلم وعندنا ماشي ما عندناش، ولكن وين راي؟ اولا اتصال مدخوبه انت تعمر منه وهي تصير من مرتاح كي كسكاس وين تحط ولكن هما الى حطوا يلقاو ما ينجبش يحطوا ويقول اليهودي الفلاني اداها ولا سرقها. يلا راكم تقراو كل يوم الصحيفه تتكلم واليهود لو كان لقينا نبش غير قد هكذا نكشفوهم وماذا بينا نطولوا بهم. كاش مره سمعتوا باللي وزير اليهودي الفلاني سرق كذا مليار وكذا وفضحوه وشارعوا له، ما سمعناش حتى الان ما سمعناش. صحيح يتهموهم ولكن الحقيقه ما كاين شيء. بينما تعالى كرت العرب وتشوف شحال غير اللي داي بالبوطه تاع ضرب واش درنا سيدي ما درناش نبنوا لكم البلاد. فهمنا كيف؟ وهكذا. إذن يا إخواني الكرام باش تشوفوا فهمنا كيف. لذلك يا إخواني الكرام أعطيت لكم مثال دولة من الباطل، دولة اليهود دولة باطلة مبنية على الظلم، مبنية على الغدر، مبنية على الخديعة، ولكن لما نوت أن تفعل شيئا قد فعلت. والحق يا إخواني الكرام وقلت لكم دائما حاجة ديروها نصب أعينكم أن الباطل إلى تلم واتحد يدير حاجة، والحق إلى تفرق ما يدير حتى حاجة. فهمنا ولا ما فهمناش؟ الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم من أهل الحق إن شاء الله. هذا ما رأيك؟